ازيكم يا حلوين؟ النهارده هنعمل ام علي. بس بصوا بقى، بتمن طاجن زي ده من اللي انت بتشتريه في اي مطعم هتقدري تعملي 6 طواجن، مش طاجن واحد. هنشوف بقى، وهعمل لكم كمان تريكايه جديده كده انا بعملها عندي في البيت، حلوه قوي. يلا بينا. بصوا بقى، اول خطوه انا هعملها هي خطوه الكريمه اللي انا هستخدمها في الاخر خالص. فاعمل اول حاجه كريمه، جبت كيسين كريمه من اللي هي النوع ده وهعملهم مع بعض. هبدأ بقى افضيهم كده في البولة اللي انا هضرب فيها الكريمة. هبدأ بقى افضي شوية لبن، مش كتير في الاول كده. هبتدي اضرب بقى واحدة واحدة، هبتدي بالدرجة القليلة وهبدأ بقى اعلى واحدة واحدة. هزود بعد ما ضربت، هزود شوية سكر، نسبة معقولة يعني مش كتير قوي، عشان انتي هتحلي اللبن بتاع ام علي. ونكمل ضرب بقى. تمام كده يا جماعة، انا وصلت للقوام اللي انا عايزاه، حاجة كده جميلة جدا. دلوقتي بقى انا هركن البولة ديت، هدخلها التلاجة. وبعدين انا حاطة اصلا على النار كيلو لبن بيغلي. مش شرط ان هو يغلي، يعني اهم حاجة ان هو يكون سخن، ومحلياه كمان. برضو هتحليه بالنسبة اللي انت عايزاها، يعني بتحبي الحاجة حلوة شوية هتحليه قوي. لكن انا مخليه معتدل عشان انا هحط كريمة عليه. تمام. هحط خلاص الكريمه بقى في التلاجة زي ما انا قلت لكم، وهبدا بقى ايه، نفرش الطواجن بتاعتنا ونشوف هنعملها ازاي. يلا بينا. دلوقتي بقى انا حضرت الطواجن كلها، هما 6 طواجن. اي علبه بتشتريها زي دي، نوعيه دي مثلا او اي نوعيه تانية، بتعمل لنا 6 طواجن من الحجم اللي هو ايه، يعني يعتبر وسط، مش كبير قوي ومش صغير قوي، حجم الطاجن ده. تمام. هتوزعي بقى كمية ام علي او بيف بيستري لو انتي مش لاقيه علب ام علي. هي الكمية اللي في قلب العلبة قد كده بالظبط. بتختلف من علبة في علبة في ايه، في ان في علب بتحب اللبن الكتير، وفي علب مش بتحب تحط لها لبن كتير. انا بوزع معاكي على كل الطواجن نسب متساوية. دلوقتي بقى يا جماعة هنحط الحاجة اللي هي زي مثلا مكسرات او كده، يعني في ناس بتحط مكسرات وده الاساسي اصلا المعروف عن ام علي. بس انا بحب اعملها بالمانجا، تبقى حلوة قوي للناس اللي بيحبوا المانجا. لو انت ما بتحبيش المانجا استخدمي مكسرات عادي. بس احلى حاجة عشان ام علي تطلع معاكي كويسة لازم تسيبيها في التلاجة لمدة 6 ساعات على الاقل قبل ما تاكليها. فهبدأ اوزع مانجا كده، بسم الله. الكلام اللي انا بقوله ده بالنسبة لانها تفضل في التلاجة لمدة 6 ساعات، هو على المانجا، يعني على حشوة المانجا. لكن لو انت عاملاها بالمكسرات بس، يعني مش حاطة مانجا، يعني تقدري تاكليها عادي، يعني مش لازم تقعد فترة طويلة. لكن لما بتسيبي المانجا في التلاجة بتاخد تيست حلو قوي وطعم حلو قوي. بتبقى كده ساقعة كده وشكلها وطعمها حلو مع الكريمة مع الأم علي، رهيبة بصراحة. بصوا بقى، انا هحط كمان مكسرات، اي نوع مكسرات عندك. انا كان عندي شويه كاجو كده على فستق على عين جمل، طحنتهم كده وهوزعهم على كام طاجن من دول. مش كلهم عشان انا عندي الولاد مش بيحبوا المكسرات، فانا هوزع على اللي بيحب المكسرات بس. هحط كمان ايه، شويه جوزة الهند كده وزبيب على نفس الطواجن دي اللي هي فيها مكسرات و... ومانجا. دلوقتي بقى هبدأ افضي اللبن واحدة واحدة كده، بسم الله. وهتلفي على كل الطواجن. خلاص كده احنا سيبناها شوية على ما اللبن شربته كده. انا عايزة يكون يعني فيها نسبة لبن كده، عشان لما تحط لها الكريمة والدنيا ديت تفضل فيها طراوة كده، ما تبقاش ناشفة، يعني ما تبقاش حاجة ناشفة. يعني شايفة نسبة اللبن؟ فكل الطواجن زي ما انت شايفة فيها نسبة لبن، عشان ام علي او البيف بيستري اللي انت حطاه يشرب كده وما ينشفش، يبقى طري برضو. دلوقتي انا خلاص طلعت الكريمه من التلاجة، تحفه. هبتدي بقى احط على الطواجن بتاعتي
ومش لازم ان انتي توزعيها بايديكي، هي اوريدي وهي تحت الجريل هتتوزع. خلاص كده احنا وزعنا على كل الطواجن. بس انا وزعتها بالسباتولا بحيث ايه ان هي تبقى على الوش كله. لو مش عايزه ومش قادره، كده كده الجريل هتقوم بالواجب معاها. دلوقتي بقى انا هبتدي ادخلها الفرن، بس خليكي قدامها ما تسيبيهاش لانها بتحمر على طول جدا. خلاص كده اوريدي هم طلعوا من الفرن. انا هسيبهم بس كده على الرخامه يبردوا، وبعد كده هدخلهم التلاجة. هدخلهم بقى لمدة 6 ساعات، ولو اكتر من كده يكون احسن. وبعد كده نطلعهم وندوقهم مع بعض. لما هتسيبيهم في التلاجة لمدة 6 ساعات على الاقل يعني، طبقة الكريمة اللي انت حطيتيها فوق على فكرة هتعمل طبقة كده، مش هتبقى كلها سايبة في ام علي. فيلا بينا بقى ندخلهم التلاجة بس بعد ما يبردوا، وبعد كده نبقى نطلعهم. خلاص كده طلعنا ام علي، شايفين شكلها تحفة. هندوقها بقى مع بعض. انا اخترت اللي هي فيها مكسرات وحبشتكنات كتير دي عشان انا بحبها. بسم الله. هنزل لتحت خالص. شايفين دي يا جماعة من الكريمة؟ شايفين الجمال؟ رائعة. ان قلت لكم ان هي خطيره اكيد مش هتصدقوني عشان انا اللي عاملاها، بس هي والله والله احسن من اي محل يعملها. انا عملتها افضل منه. لازم تجربوها بجد بجد، هتدعولي. عايزة ادوق يا مامي. حاضر يا ليما، اوكي. ندوق سليم بقى هو كمان. بسم الله. شايفين الجمال وطريه ازاي؟ بسم الله. ايه رايك يا ليمو؟ عجبتك؟ حلو قوي. بتحب ام علي ولا مش بتحبها؟ بحبها. طيب هنعملها لك تاني ان شاء الله كمان. تسلم ايدك يا ماما. لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك، الشير، السبسكرايب. باي.